أهلا بيكم في حكايات على كيفك. لو أنت مهتم بالمحتوى ده يسعدني اشتراكك ومتابعتك ليا. من الحلقتين اللي فاتوا ظهر شخصية أحمد بدير في المسلسل لأول مرة، وكلنا فاكرين إنه شبح الراجل الفلاح اللي موت ولاده، وإن هو أبو البنت روح والأطفال اللي موجودة في البيت. لكن اللي هنتفاجئ بيه إن أحمد بدير هو شخص حقيقي وحارس المزرعة دي من زمان قوي، وعايش لوحده فيها، وانه شخص حقيقي مش شبح. تابع معايا الفيديو علشان اوضح لك التفاصيل والتوقعات بتاعتي. عرفنا من الحلقتين اللي فاتوا ان روح تبقى بنت الفلاحة اللي كانت بتنطرد من الفندق، وتأكدنا من ده، وعرفنا نفس الست الفلاحة دي هي بالظبط اللي راحت القصر في الجزء الاول علشان تاخد بنتها روح، لانها كانت تايهة وبتدور عليها. وكمان ظهر وشم على ظهر صاحب كراكيري، ورسمة الوشم دي نفس شكل فردة الحلق اللي ناقصة من ودن البنت روح. رسمة الوشم دي اترسمت على ظهره وهو مختفي في القصر. يبقى كده في علاقة باللي بيحصل في الفندق وبين القصر وبين البنت روح، بنت الست الفلاحة، والفلاح اللي بيقولوا عليه قتل ولاده، وان روح دي اتقتلت في القصر مش في الفندق ولا في بيت ابوها، ومش اباها هو اللي قتلها، واتقتلت على يد حد من عيلة باهر الشاذلي. والست دي كانت اكيد رايحة الفندق علشان تترجى الدكتور فايز الغمري انه يرجع لها بنتها ويتوسط له عند حد من عيلة باهر الشاذلي، بما ان في علاقة ما بينهم. وبالنسبة لأحمد بدير، على الرغم من ظهوره ولكن ما نعرفش لسه شخصيته الحقيقية في المسلسل. طبعا كلنا فاكرين انه الفلاح ابو العيال اللي اتقتلت، وان هو يبقى ابو روح، وانه شبح ومش حقيقي، لاننا شفناه عايش في البيت المسكون مع روح واخواتها. وكمان كان ظاهر بشخصية غامضة، لا بيتكلم ولا بيرد، وعمال يبص لبينه كراكيري وبيتابعهم من بعيد لبعيد. انا متأكد بقى ان احمد بدير هيكون شخص حقيقي وعايش في المزرعة دي لوحده، وعايش في البيت المسكون ده من يوم حريق الفندق من وهو صغير. والدليل ان احمد بدير شخص حقيقي مش شبح الراجل الفلاح انه خرج بزيزو ابن كراكيري، لانه طبعا اتفاجئ بيه ان هو موجود داخل البيت، فبيخرجه خارج البيت حفاظا عليه. وكمان بيقول لبينه وكراكيري ان المزرعة كلها ما فيهاش حد عايش خالص. لو احمد بدير شبح ما كانش عمره هيقول لهم كده، لان كلام احمد بدير بيدل على واقعيته وانه شخص حقيقي وعارف ايه اللي بيحصل في القرية بالمزرعة. فاكيد ده هيكون اول تعارف ما بين احمد بدير وبينه وكراكيري، وهيبتدوا يتعاونوا مع بعض. احمد بدير هيتعاون مع بينه وكراكيري علشان يوصلوا لحل لغز الفندق والمزرعة وعلاقتهم بالقصر وعيلة باهر الشاذلي. وكمان ممكن يطلعوا منه بمعلومات عن الدكتور فايز الغمري ومعلومات عن البنت روح. وبالنسبة لأشرك، أشرك أكيد هيرجع لما الست الأجنبية اللي هو رايح يعيش معاها هتسيبه وتسافر، لأن أشرك أكيد عنده أسرار مش عايز يقولها. فأكيد اللغز هيتحل بأشرك برضه زي الجزء الأول، لأن أشرك لما دخل الفندق وتأخر جوه كتير والفندق ولع بيه، إحنا سمعنا صوت أشرك بيستغيث جوه، ومع ذلك أشرك قال لبينه وكراكيري لما دخلوا يدوروا عليه جوه واتفاجئوا إن هو موجود جوه، قال لهم ان هو ما دخلش الفندق اصلا، والفندق كان بيخرجه، وهو لما شاف الفندق بيتحرق طلع يهرب، ولما الفندق طفى تاني رجع علشان يدور عليهم. تحس ان اشرك بيضحك عليهم وبيقول لهم اي كلام وخلاص، ومرضيش ان هو يقول لهم الحقيقة وايه اللي حصل له لما دخل جوه. اكيد الحلقتين اللي جايين هنعرف سر الست اللي كانت بتولد في الفندق، وهنعرف اسرار اكتر داخل غرفة الدكتور فايز وعيلته، وهيبان شخصية أحمد بدير أكتر وإيه دوره في المسلسل، وهل هو شبح أو شخص حقيقي هيساهم في حل اللغز. وكمان أشرك هيرجع علشان يعيش مع بينه وكراكيري، لأن زي ما قلنا أشرك هيكون جزء من حل اللغز زي ما حصل في الجزء الأول.